الهوا كان مليان بريحة النجيلة اللي لسه متقصوصة، والطريق المبلول بالمطر. وأنا راجع من تمرين كرة السلة، العرق كان لازق في رقبتي، ورجلي وجعاني من تدريبات الجري السريع. السويتشيرت بتاعي كان مبلول وملزق في ظهري. كنت تعبان، بس الطريق المختصر اللي بيعدي من حديقة ويلو هيخليني أوصل أسرع. وأنا ماشي في الممر الضيق سمعت صوت حاجة مألوفة، نغمة ضعيفة بس واضحة، عربية آيس كريم. اللحن كان عايم في الجو الحر الرطب، بس كان في حاجة غلط. الصوت كان بطيء مشوش، كأنه مكسور. مسحت العرق من جبيني وبصيت ناحية الطريق. العربية الزرقاء الباهتة ظهرت، وأنوارها شقت الضلمة. النغمة المرحة اللي كانت دايما بتحسسني بالفرحة بقت مشوهة وغريبة، صوتها بقى ناشز بشكل مخيف. بطأت خطوتي. غريبة، تمتمت وأنا ببص حواليا. الحديقة كانت فاضية، مفيش حد غيري أنا والعربية. وقفت، والسواق ميل من الشباك. كان نحيف، شعره مبهدل وعيونه غائرة، ووشه شكله شاحب. ابتسامته كانت واسعة، أوسع من الطبيعي. واضح إنك محتاج حاجة ساقعة مش كده؟ قالها بصوت خشن متقطع. وقفت مكاني، في حاجة مش مريحة في ابتسامته، كأنها بتتمدد وتتقلص. حسيت بغثيان، قلت بسرعة لا شكرا، وحاولت أرسم ابتسامة قبل ما ألف وأمشي. وقلبي بدأ يدق بسرعة، أسرع وأسرع. يلا يا بطل، دي ببلاش، قالها بصوت مصمم. حسيت ريقي بينشف. بصيت وراي بسرعة، ولسه واقف هناك، عينه مركزة عليا، مش بيطرف. زودت سرعتي، ووقتها العربية بدأت تتحرك بسرعة. سمعت صوت كاوتشاتها وهي بتصرخ على الأسفلت. التفت مرة تانية، ولسه العربية كانت بتتحرك ناحيتي ببطء. لا، لا، بدأت أجري، رجلي بتخبط على الأرض ونفسي بيتقل. النغمة اشتغلت تاني، أبطأ المرة دي، كأنها بتتحداني. لفيت على شارع مبلود، طريق مختصر لبيتي. لكن قبل ما أوصل للتقاطع، العربية كانت مركونة هناك بالفعل، واقفة بمنتهى الاستراتيجية، قافلة عليا طريق الهروب. اتجمدت مكاني. السواق ميل نص جسمه بره الشباك، وشي غرقان في الظلال، وعينيه بتبرق في الضوء الخافت. قال بصوت منخفض أجش ومهدد: دي على حسابي. حسيت بخنقة في حلقي. لفيت وجريت بأقصى سرعة. رجلي كانت بتولع من الجري، بس ما قدرتش أفكر في إني أبطل. دخلت الحديقة تاني، نطيت فوق دكة، وزقيت الشجيرات الكتيفة عشان أعدي. العربية طلعت على الرصيف بعنف. الكاوتشات صرخت، كادت تلمسني. اتكعبلت على ويلو لين، شارع سكني فاضي. الشارع كان مهجور بطريقة مرعبة، لا عربيات، لا أنور في البيوت، لا ناس. صدري كان بيطلع وينزل بسرعة وأنا بخبط على أول باب. قبضتي بتخبط بعنف على الخشب. ساعدوني، أرجوكم. مفيش رد. جريت للبيت اللي بعده، برضه مفيش إجابة. لفيت ببص ورايا، والعربية زحفت ناحيتي، أنوارها منورت الشارع كله. السواق نزل منها، جزمته واتبلت في بركة صغيرة، وبص لي بنفس الابتسامة المرعبة، واسعة زيادة عن اللزوم، مجبورة، غير طبيعية. قال وهو ميل راسه: محدش في البيت، صح؟ ده ممتاز. رجعت لورا، إيدي بتترعش، لكنه تقدم ببطء، كأنه مستمتع. ظهري خبط في سور معدني آخر الشارع. بصيت يمين وشمال، مفيش مخرج. قلبي بيدق بعنف في وداني. الراجل صفر فجأة، صوت الصفرة خلاني أترعش. قال وهو بيبتسم بثقة: أنت بتجري بسرعة يا بنية، بس مش هتقدر تجري للأبد. ابتسم ابتسامة واسعة، شفايفه اتشدت بشكل مخيف، وعندها شفتهم. أسنانه متآكلة، مكسورة، سودة عند اللثة. حسيت بغثيان، وفجأة مسك فكه وخلع سنة. طعطش، الدم سال من لثته ونزل على دقنه. وأنا واقف متجمد مش قادر أتحرك، شايفه بيخلع سنة تانية، ثم التالتة. رماهم على الأرض كأنهم سكاكر. طعطش، طعطش، طعطش. صوابعه كانت مغطاة بالدم، لكنه ابتسم أكتر، كاشف فجوات دموية مكان الأسنان اللي خلعها. مد إيده اللي متغطية بالدم، وحرك سنة بين صوابعه وقال: أنت بتحب الحلويات مش كده؟ خد واحدة من بتاعتي. رجعت لورا، معدتي اتقلبت، حسيت إني هترجع، بس هو كان سريع. اتحرك فورا وسد المسافة بيننا، وأدخل صوابعه اللزجة بالدم في شعري. شعر جميل، ناعم. انفجرت فجأة، ضربت إيده بعيد. شهقت بقرف وجريت بأقصى سرعة، رجلي بتتحرك أسرع ما يمكن. صدري كان بيولع، بس ما وقفتش. والراجل، لأ، ما كانش بيمشي ورايا. قفز جوه عربيته، والموتور زقر، والكاوتشات صرخت على الأرض، والأنوار شقت الزقاق بعنف. وأنا بعدي من فتحة ضيقة لحديقة البيت اللي جنبه، شفت ظلي ممتد قدامي على حيطان طوب غير مكتمل.
العربية زادت سرعتها، كاوتشاتها صرخت تاني، فركت الأرض بقوة قريبة مني أكتر. جريت ونطيت بسرعة من فوق سور معدني، دخلت على ساحة مليان التراب. المعدن الحاد شق دراعي، حسيت بالدم الدافئ بينتشر في كمي. كتمت صرختي، وقعت على الأرض وسط حوش مهجور مليان تراب وأعشاب متوحشة. العشب لمس رجلي المرتعشة، فضلت أحاول أوطي أكتر عشان أخفي جسمي. دراعي النازف مضغوط بقوة في جنبي، بحاول أكتم أنفاسي المرتعشة. اللحظة كانت مرعبة، كأنها بتتمدد بلا نهاية. العربية فرملت فجأة، المسافة بيني وبينها كانت نفسا واحد، والنغمة المشوهة كانت بترن بين الشوارع الفاضية، إيقاعها مكسور خارج النوتة، كأنها صندوق موسيقى بيحتضر. غمضت عيني بقوة، وصوابعي ضغطت على الجرح المكشوف في كفي. الإحساس باللحم الممزق تحتها زود إحساسي بالخوف. الأنوار فضلت شغالة، غارقة الحارة الضيقة في ضوء أبيض قوي، وعاكسة ظلي الباهت على الحاوية المعدنية الصادئة. للحظة أقسم إني شفت خيال السواق واقف مش بيتحرك، بيراقبني من خلال الضوء المبهر. لكن بعدها العربية بدأت تراجع ببطء، الكاوتشات بتطحن الزلط المتناثر، والنغمة بدأت تتشوه أكتر، تختفي في المسافة. أطلقت نفسا حادا، جسمي بيرتعش، مش متأكد إذا كنت هربت فعلا ولا هو كان مجرد بيلعب بيه. لكن في النهاية اتأكدت إنه مشي، ومش متأكد إذا كان ده للأبد.